المسلسل ده مش بس دراما تاريخية خيالية، لأ، في ناس شايفين إنه مليان أسرار ورموز خطيرة، من الماسونية للدجال للشيطان نفسه. عايزين نعرف الحكاية؟ خليكم معايا في الفيديو ده. هنحكي قصة المسلسل وهنحلل النظريات المؤامراتية دي ونشوف هي صح ولا مجرد خيالات. يلا بينا، 7 دقايق من الإثارة والجدل. أهلا يا شباب. في الفيديو ده هنتكلم عن مسلسل مملكة الحرير اللي أثار ضجة كبيرة. في ناس بتقول إنه مش مجرد قصة عن مملكة خيالية، لأ، ده فيه رسائل سرية عن الماسونية، الدجال، وحتى صراعات عالمية. هي القصة فعلا كده ولا الناس بتتخيل؟ خلونا نكتشف سوا. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واشتركوا في القناة عشان نكمل حكايات زي دي. المسلسل بيحكي عن مملكة خيالية مليانة صراعات على العرش. الملك نور الدين الثاني بيتقتل على إيد أخوه الملك الذهبي اللي طمع في الحكم. ولاد الملك الرضع شمس وجلال بينجوا بمساعدة الخادم رضوان، بس مصيرهم بيفترق. شمس بيكبر عبد محارب، وجلال بيتربى وسط عصابة حرمي. أختهم جليلة بتبقى أسيرة عند عمهم الملك الذهبي، وبيجوزها غصب عنها لابنه الأمير سليمان. لما بيكبروا، الإخوات دول بيدخلوا في حرب شرسة على العرش بعد ما الملك الذهبي يموت. جلال بيحكم فترة، بس بيبقى ظالم جدا، بيسجن عمه، بيقتل المرضى والمشردين عشان النظام، وحتى بيحرق مكتبة القصر ويقتل الحكيم عمر. جليلة بتتحالف مع جيش من العبيد عشان تنتقم، وشمس بيحاول يوازن بين ولائه لإخوته وواجبه ناحية المملكة. المشكلة إن جلال وجليلة بيخونوه ويحاولوا يقتلوه رغم إنه كان بيحميهم. في النص المملكة بتضربها كارثة، الطاعون، وبيطلع إن السبب ساحرة اسمها ريحانة اللي نشرت المرض عمداً عشان تنتقم من شمس الدين لأنه رفض حبها. ريحانة اللي بتتخفى بلقب سيدة الأرض السوداء بترمي جرذان موبأة في مية المملكة، وتبدأ اللعنة تنتشر. جليلة مضطرة تعمل هدنة مع إخواتها عشان يواجهوا الطاعون سوا، وده أول مرة يتلموا فيها من وهم أطفال. في الحلقة الأخيرة الأحداث بتبقى دراما على الطريقة الكبيرة. شمس بينتقم لموت حبيبته فيروز ويقتل الملك الذهبي، بس بيتصدم لما يكتشف إن أبوه الملك اللي مات كان هو نفسه قاتل غدار تآمر عشان يسرق العرش زمان. الصدمة دي بتخليه يميت تفكيره في السلطة. في النهاية شمس بيتربى على العرش، بس بيحط سيفه في الكرسي وكأنه بيقول السلطة لعنة. جلال بينجو ببتر دراعه بسبب الطاعون، وبيبدأ يندم ويحب يتغير. جليلة اللي كنا فاكرينها ماتت بتطلع عايشة وهترجع تطالب بالعرش. وريحانة بتخلف من جلال، وطفلها ده بيطلع غريب، ناس بتقول عينه عورة، وده خلى الناس تشك إنه رمز لشيء كبير. دلوقتي خلونا ندخل في الجزء المثير للجدل. في ناس على السوشيال ميديا بتقول إن مملكة الحرير مش مجرد قصة، ده مليان رموز دينية وسياسية. اسمعوا دول: جليلة تساوي الشيطان. النظرية بتقول إن الأميرة جليلة هي رمز الإبليس. ليه؟ عشان بتتمرد على النظام، بترفض إن إخواتها الرجالة يحكموا، وبتقود جيش العبيد عشان تاخد العرش، زي ما إبليس رفض أمر ربنا واتمرد على آدم. كمان جليلة بتعمل حاجات وحشة، بتخون إخواتها، بتتسبب في حروب، وبتنجو من محاولة قتل، كأن الشر مش بيموت. بس في الحقيقة المسلسل ما بيقولش إنها شيطان، دي بنت اتظلمت، سجنوها وجوزوها غصب فانتقمت. يعني التفسير ده مبالغة من الجمهور. ريحانة تساوي الماسونية وأم الدجال؟ دي النظرية اللي نطت في السماء. بيقولوا ريحانة الساحرة الماكرة هي رمز الماسونية. ليه؟ عشان بتعمل في الخفاء، بتستخدم السموم والإغراء عشان تسيطر، وبتنشر الطاعون بالجرذان عشان تدمر المملكة. ده بيفكر الناس بنظريات إن في قوة سرية بتصنع أوبئة زي كورونا. كمان ريحانة بتتحالف مع جماعة غامضة اسمها أهل الأرض السوداء، وبعدين بتقتل ملكتهم عشان تتحكم هي، وفي الآخر بتخلف طفل غريب، ناس بتقول عينه عورة، يعني رمز الدجال. بس المسلسل ما بيقولش الكلام ده صراحةً، ده كله تخمينات جمهور، والطفل ممكن بس يكون لغز للجزء التاني. جلال الدين تساوي الصهاينة؟ في ناس بتقول إن جلال اللي حكم بالظلم والبطش هو رمز لليهود أو الصهاينة،
عشان كان متعجرف، فاكر نفسه أحسن من الكل وبيعمل مجازر، وبعدين دراعه اتقطعت كأنها عقوبة إلهية. بس بصراحة مفيش ولا إشارة في المسلسل إن جلال له علاقة بديانة معينة. ده أمير خيالي كبر وسط حرامية فبقى ظالم وبعدين ندم. يعني الربط ده إسقاط سياسي من بره، وممكن يكون فيه شبهة معدة السمية. فخلي بالك، شمس الدين تساوي الناس العادية؟ النظرية دي بتقول إن شمس هو رمز للشعوب، عينيه لونهم مختلف، حاجة طبية اسمها هيتروكروميا، فكأنه بيشوف الحقيقة نص نص. بيغلط، بينتقم، بس في الأسندنت الأخير بيتوب وينقذ طفلة اسمها راضية، وبيحط سيف في العرش عشان ينهي لعنة السلطة. النظرية بتقول إنه زينا، بنغلط، بنضيع، بس بنرجع للحق. تفسير حلو بس فضفاض، عشان شمس شخصية ليها قصتها الخاصة، مش لازم يبقى رمز لكل الناس. صناع المسلسل عايزين يقولوا إيه؟ بيتر ميمي مخرج المسلسل قال إن مملكة الحرير دراما عن الصراع العائلي والسلطة، مش عن الماسونية أو الدجال. أسماء أبو اليزيد جليلة قالت إن العمل بيعكس مشاكل زي العنف الأسري والخذلان، يعني قصة إنسانية مش مؤامرة عالمية. حتى عين شمس المختلفة مجرد حاجة جمالية مش رمز ديني. والطفل الغريب ممكن بس يكون تشويق للجزء الثاني، مش لازم دجال. ليه الناس شايفة مؤامرات؟ النظريات دي مش جديدة. في الثقافة العربية في كتب ومقالات بتتكلم عن حكومة ماسونية سرية بتحكم العالم. لما الناس شافت مسلسل زي مملكة الحرير مليان صراعات وطاعون وطفل غريب، بدأوا يسقطوا أفكارهم عليه. السوشيال ميديا زودت الموضوع. منشور على فيسبوك بيتكلم عن الرموز دي خد تفاعل كبير، وفي ناس صدقت وناس تانية سخرت من المبالغة. النظريات دي بتخلط بين الدين، الدجال وإبليس، والسياسة، الماسونية والأوبئة، وده بيخليها جذابة لبعض الناس. الخلاصة، مملكة الحرير قصة خيالية عن السلطة والخيانة، مش وثيقة مؤامرات. الرموز زي جيش العبيد والطاعون والطفل الأعور ممكن تتفسر، بس مفيش دليل إن المخرج كان قصده الماسونية أو الدجال. النظريات دي إسقاطات من الجمهور مش حقائق. لو عجبكم الفيديو سيبوا لايك، اشتركوا، وشاركونا رأيكم. المسلسل فعلا فيه رسائل سرية ولا الناس بتبالغ؟ لو حابين نكمل نناقش حاجات زي دي اشتركوا في القناة وخلونا نتقابل في الفيديو الجاي. سلام.